السلام عليكم. هو احنا فاتحين المتحف المصري الجديد دوت وعاملين حاجة عظيمة عالمية مصروف عليها يعني أكتر من مليار دولار، وعملنا حفل ضخم عزمنا فيه ملوك ورؤساء الدول العالمية، وعملنا ضجة على جميع القنوات الإخبارية. عملنا كل الكلام ده ليه؟ بنينا المتحف دوت وقعدنا طلعنا عينينا فيه أكتر من 20 سنة. عملنا كل الكلام ده ليه؟ وطورنا المنطقة كلها كاملة، وعملنا فنادق ومطاعم وكافيهات وممشى سياحي وطرق جديدة، وعملنا محطة مترو هناك، وعملنا مطار قريب من هناك، محطة سفنكس، مطار سفنكس، وعملنا. ليه؟ مش عشان نعظم قيمة السياحة المصرية قدام العالم ونضيف إضافة جديدة للسياحة المصرية ويبقى عندنا شغل عالمي؟ طيب، لما احنا نعمل الكلام ده كله ونفاجأ بان شويه فلسطينيين على شويه سوريين على شويه مصريين اخوانجيه كل شويه يروحوا هناك، حبكت الدعوه للدين في المتحف. اللي واقف بيغني تواشيح دينيه، واللي واقف عمال بيقرا قران بصوت عالي، واللي قاعد عمال يتكلم مع السياح الاجانب وبيدعوهم للدين الاسلامي وبيدعوهم للهدايه وان هم يسلموا، واللي عمال يقرا قرآن ويختار آيات فرعون، واللي قاعد مش عارف ايه هو في ايه. وبعدين الأمن هناك ازاي ساكت على الكلام ده؟ ازاي ساكتين على الكلام ده؟ هو احنا فاتحين متحف عالمي ولا فاتحين مركز ديني؟ واوعى حد يخش يقول لي انت يعني ضد الدين، انت يعني هم يعني بيعملوا حاجة حرام. بيعملوا حاجة حرام. ما هو مصر ما حبكش. ما عندك آلاف المراكز الدينية في مصر، ما عندك دور حفظ قرآن ودور عبادة في مصر بآلاف مؤلفة. حبكت في المتحف المصري؟ حبكت في المتحف المصري، ولا ده صرم ودعوة ممنهجة لإفساد السياحة في مصر؟ ما بتصدقوا مصر تعمل حاجة جميلة عايزين تبوظوها. نداء للأمن المصري ونداء لأمن المتحف والوزير السياحة والوزير الآثار ورئيس الوزراء، اتصرفوا في الموضوع ده لأنه هيبقى كتير الأيام اللي جاية، ولو سكتوا الموضوع هيبقى زايد عن حده. احنا مش بنصرف المليارات دي كلها وبيطلع عينينا وبنفرح لبلدنا عشان في شوية همج وشوية دعوانجية وإسلامجية يخشوا يبوظوه، واللي يزعل من كلامي ياكل خرا. السلام عليكم.